لكن من الوقفات الجميلة اللي ذكرها ابن القيم في مدارج السالكين، واللي تؤكد شدة غفلتنا عن بعض أنماط التعبد، وأن حظنا ونصيبنا من كثير من العبوديات، بالذات ما يتعلق بالعبوديات القلبية، هو قدر مدخول، قدر منقوص حظنا فيه. كان يتكلم في مدارج السالكين في منزلة التوكل. أنا أريد بس أن ألخص الكلام. كان يتكلم في منزلة التوكل في مدارج السالكين، فعرض لي فكرة في غاية النفاسة والروعة. وقبل أن أتنبه إلى هذا المعنى في كلام ابن القيم، والله العظيم ما كنت متنبها له بتاتا. كان يتكلم يقول أن ترى التوكل من أعظم المقامات الإيمانية والعبوديات التي يحب الله سبحانه وتعالى، لكن كم من المسلمين يتوكل على الله عز وجل، شوف العبارة، يتوكل على الله عز وجل حق التوكل وهو مغبون في توكله. يتوكل على الله عز وجل كمال التوكل، ومع ذلك هنالك نقص في حقيقة الأمر في توكله. لماذا؟ يقول يعني، أو معنى الكلام اللي يريد الإشارة إليه ابن القيم، أن مشكلتنا في التعاطي مع عبودية التوكل أننا نتوهم دائما وينصرف ذهننا إلى التوكل على الله عز وجل في تحقيق مقاصدنا الدنيوية. دائما ثمة حالة من حالة الاقتران بين قضية تطلب الرزق وتطلب المعاش وتطلب الأقوات وبين التوكل على الله عز وجل. دائما لما يذهب الإنسان إلى العمل، يذهب الولد إلى الدراسة، تنبهه تقول له تذكر أن تتوكل على الله عز وجل. دخل ولد الاختبار، توكل على الله عز وجل. دائما نستحضر عبودية التوكل في مثل هذه المقامات، وهي مقامات حق ومقامات يحبه الله سبحانه وتعالى. لكن وجه النقص اللي يريد الإشارة والتنبيه عليه ابن القيم أن هنالك فضاء آخر يحب الله عز وجل أن يتوكل عليه، بل التوكل عليه لو تدبر العبد أولى، وهو في تطلب الهداية. يعني كم منا عندما يقوم إلى الله عز وجل مثلا في صلاته يتوكل على الله عز وجل حق التوكل أن يوفقه الله سبحانه وتعالى لإحداث صلاة ترضي الله عز وجل عنه.